بيبدأ المسلسل مع باقي اللي بيشتغل مغسل موتى وبيكون بيغسل ميت وبيدعيله بالمغفرة، وبيدخل عليه مساعده نادر لكن بيبان عليه الخوف وما بيبقاش عايز يبص للجثة، وده بيضايق باقي عشان ما بيساعدهوش، وبيبلغه انه في البداية كان بيقدر انه مبتدئ ومتوتر لكن مش هينفع يستمر في اهماله، وبيفهمه انه لو شاف الميت الايام اللي فاتت كان قاعد معاه واتكلم معاه عادي، يبقى ليه الخوف منه دلوقتي، وبيفهمه باقي ان الميت مش هينصب عليه ولا هيسرقه ومش هيأذيه، لكن نادر بيفضل خايف، ولما بيحاول يساعد باقي في الغسل بيبلغه باقي ان الخطوة دي لسه مش دلوقتي، وبيطلب من نادر انه لو هيفضل يتصرف كده ومش هيساعده يمشي، وما بيصدق نادر ان باقي قال له كده وبيجري يخرج بره الاوضه، وبيتصدم باقي عشان نادر طلع من الاوضه قبل ما يكمل كلامه اكن الميت هيأذيهم، لكن باقي بيرجع بتفكيره وبيستغفر ربنا وبيكمل الغسل، ولما بيطلع من مغسله الموتى بيلاحظ ان الميت ده ملوش اهل، فبيطلب ناظم سواء نقل الموتى من باقي انه يساعده في نقل الميت، ولما بينقلوا الميت ناظم بيسأل باقي عن مساعده نادر، فبيعرفوا انه هرب زي كل مره، فبيقترح ناظم ان باقي يشتكي نادر لان شغلانته محتاجه قوه ومحتاجه حد يساعده، فبيعرفوا باقي ان نادر عايش مع مامته فمش هيقدر يقول انه مطرود، وبيطلب باقي من ناظم انه يوقف تحريض فيه على نادر، ووقتها بيقاطعهم الشيخ وبيطلب منهم يصلوا معاهم على الميت عشان العدد مش كافي، وبعد ما بيصلوا على الميت بيروحوا يدفنوه هم عشان ملوش اهل، وبعدها بيبلغهم باقي انه يتمشى مش يركب معاهم، واثناء مشيه في المقابر بيشوف ورده حمراء وبيسرح فيها، وبيطلع عليه فجاه مجموعه من الشباب وبيطعنوا واحد منهم بمطوه في بطنه، وبعد شويه بيفوق باقي على الارض في المقابر لكن ما بيبقاش فيه دم مكان الطعنه، ووقتها تفكيره بيقول انه بيبالغ، لكن باقي بيتخيل ان في دم ومطعون فعلا، ولما بيكون باقي راجع بيته بيقابل احمد صاحبه اللي بيعتبره اخوه مش صاحبه، وبيحكي له اللي حصل في المقابر، لكن احمد صاحبه بيقول له انه بيبالغ، بس باقي بيرد عليه انه كان ممكن يموت، فبيفهم احمد انه في النهايه ما حصلش حاجه وما ماتش، بس كلامه ده ما بيعجبش باقي اللي بيقوله ان النتيجه مش مهمه والمهم انه عاش احساس وحش، وبيوصلوا البيت باقي فبيبلغوا احمد انه مقدر خوف وتوتر باقي لكن الموضوع خلص والمهم انه ما ماتش، فبيحكي له باقي ان اللي طعنه في بطنه بالمطوه طلع بيهزر والمطوه كانت مزيفه، وكل ده عشان يهددوا انه ما يقربش من المقابر اللي تخصهم تاني، وبيفهموا باقي ان ممكن في يوم من الايام يكون معاه مطوه حقيقيه وقتها يموت، وانه اول مره يواجه الموت، بس احمد وقتها بيطلب من باقي يشيل بنته شويه لحد ما يشوف ولاده التانيين، لكن باقي بيرفض انه ياخد بنت احمد، وده بيخلي احمد يستغرب من باقي انه للدرجه دي خايف من الموت، وبيفكر انه اصلا مغسل ودايما بيواجه الموت، لكن باقي بينفعل من برود احمد وبيفهمه انه بيواجه الموتى كل يوم مش الموت، ودي اول مره يواجه الموت فعلا، وكل تفكيره ان مين هيغسله لما يموت، بس احمد بياكد له انها مش مشكله وان اي حد من اهله وقرايبه هو هيغسلوه، لكن باقي بيقول له انه ملوش غيره، وبعدها بيقوم سائل احمد سؤال وهو ايه درجه حراره الميه لما بيغسل الميت، ووقتها بيرد احمد عليه انه مش هيبقى فارق درجه الحراره لانه هيبقى ميت ساعتها، فبينفعل باقي على احمد وبيفهمه انه مش عشان ميت فيسلقوه بالميه السخنه وانه لازم يبقى في درجه حراره معينه، وساعتها بيهديه احمد عشان اولاده ما يسمعوش الكلام اللي بيقولوه، وبيفهموا باقي انه قضى حياته كلها في الشغلانه دي وفي الاخر يوم ما يموت مش هيلاقي حد يغسله، فبيأكد احمد على باقي ان الوحده مش هتنفعه بالافكار دي، وبيقاطع كلامهم ولاد احمد وبيقولوا لاحمد انهم عايزين يروحوا بيتهم، وبيبان على اولاد احمد انهم مش بيحبوا باقي ومش قريبين منه، فبيطلب احمد من باقي انه يجي ياكل معاهم في البيت وبيمشي، وبيجي له مكالمه من مغسله الموت انه يجي، ولما بيروح باقي عشان يغسل الميت بيبقى مساعده نادر متوتر برضه، ولما بيخلصوا بيطلع نادر يجري من الاوضه وبيستغرب اهل الميت عليه، وبيعرض واحد من اهل الميت على باقي اكراميه، لكن باقي اول ما بيقول له انه ما بياخدش اكراميه ما بيصدق الراجل وبيشكره وبيشيل الفلوس في جيبه، وبيسال ناظم باقي لو اهل الميت ادوا له اكراميه، لكن باقي بيرد عليه انه اول ما قال له انه ما بياخدش اكراميه ما كررهاش تاني، وبيبقى ناظم هو كمان اتعرض عليه اكراميه ولما رفض الراجل ما كررهاش، وبيفكر باقي بالعيله اللي جت ادت لهم اكراميه وفلوس كتير وبتقطعهم اليف ممرضه في مستشفى، وبتاكد على ناظم انه حرام يفرق بين الموتى، فبيفهمها ناظم انه مش بيفرق بين الموتى وانه بيفرق بين قرايب الموتى، وبيسرح باقي لما بيشوف ستات قرايب الميت، فبتعرفوا اليف ان اللي بتعيط دي زوجة الميت، وبيبقى باين على باقي انه ندمان بسبب انه وحيد، فبيبلغهم انه هيمشي، ولما باقي بيمشي بيقرر يقعد في الجنينه عشان ياكل، لكن فجاه بيتخض بسبب صوت الصواريخ وبيتفاجئ ان في واحد بيتقدم لبنت وعامل لها مفاجاه، فبيفضل يتفرج عليهم وبيبقى باين عليه انه بيعاني انه وحيد، وبياخد قرار انه هيروح يتغدى مع احمد وعيلته، ولما بيوصل باقي لعند احمد بيبقى عايز يفتح موضوع الموت وبيبلغهم انه ملوش حد غيرهم، لكن نسيلهان زوجة احمد بتفتكر انه عايز يتقدم لكريمه بنت راجل كان احمد شغال معاه، فبيسالها باقي عن سبب انه كل مره بيقعد معاهم فيها لازم يفتحوا موضوع الجواز،
وبينزعج لما بيسمع صوت صريخ اطفال احمد، وبيبقى واضح عليه انه ما بيحبش لا الاطفال ولا الازعاج. لكن نسلهان بتفهمه ان الصريخ ده سعاده بالنسبه لهم، بس باقي بيقول ان السعاده مش صريخ، وبيعرفه من الهدوء والطمانينه هي اللي بتربطه بالحياه. وبترجع نسلهان تفتح موضوع الجواز من كريمه، فبيسالهم باقي عن السبب اللي مخليهم متاكدين انه الشخص المناسب لكريمه عشان يحاولوا يقنعوا بيها. فبيقنعوه انهم يروحوا يتكلموا مع اهل كريمه، وعشان يوافق عليها بيعرفوه ان كريمه كئيبه زيه. وبنشوف باقي مع احمد ونسلهان رايحين يطلبوا ايد كريمه، فبيعترض باقي على المبالغه اللي نسلهان عاملاها في نفسها، وبيبقى باقي مكتئب ومحبط طول الوقت حتى وهو رايح يتقدم لكريمه. وقبل ما يدخلوا البيت بيتحجج باقي ان مفيش حد جوه عشان اتاخروا ومحدش فتح لهم. ولما بيفتحوا بيدخل باقي وبيحتار يدي الورد لمين عشان بيلاقي 3 بنات واقفين، فبيقرر يديه لمامتهم. ولما بيبقوا قاعدين مع كريمه بيتوتر باقي وما بيبقاش عارف يتكلم، وبيرحب عزيز ابو كريمه اللي جايين يطلبوا ايدها بيهم. فبيتدخل احمد بالكلام وبيشكر في عزيز وبيفهمه انه بمثابه عم او خليه. ووقتها باقي بيقلد كلام احمد، لكن بيقول لعزيز انه ما بيحبوش عشان يقارنه بحد لانه لسه عارفه. بس باقي بيلحق نفسه وبيكمل كلامه ان علاقتهم قدامها تتطور، وساعتها هيبقى عزيز بالنسبه له حاجه كبيره، وبيبقوا عيله العروسه مستغربينه. لكن احمد بيتدخل وبيعرفهم انهم جايين عشان باقي ناوي يتجوز. ووقتها بتسال ام العروسه عن شغل باقي، فبيعرفها انه بيغسل الموتى، فده بيخليها تتفاجئ. وبيقرر عزيز ان المفروض باقي يقعد مع العروسه يتكلموا، ولو بنته موافقه هيوافق. فبيطلب باقي من عزيز رقم بنته عشان يتكلموا، وبيقول له ان الموضوع مش هياخد شهور كتير. وساعتها بتتدخل نسلهان وبتحاول تسكته. ولما احمد بيلاحظ صدمه عزيز في الهبل اللي بيحصل ده، بيتظاهر ان باقي بيهزر. وبتدخل مامة كريمه تطلب من باقي انه يقعد مع كريمه يتكلموا. ولما بيقعد مع كريمه بيبقى مش فاكرها، فبتفهمه ان باقي البنات اللي كانوا واقفين معاها دول بنات عمامها، وبتبقى مامة كريمه سامعاهم. فبيقول باقي لكريمه انه دايما بيسمع عنها من احمد، وبيحكي لها انه وحيد ومامته متوفيه وانه ملوش لا اب ولا اخوات، وحتى قرايبه مش بيقابلهم كتير. وبيبقى باين على كريمه انها متوتره جدا، فبيعرفها باقي انه مش مهموم، بس الجواز فكرته ان الشخصين يشاركوا هموم بعض. وبتشوف كريمه ان مامتها مشيت من ورا الباب، ففجاه بتتحول ملامحها من البراءه للعنف، وبتهدد باقي انه ما يقولش لباباها انه عايزها، وبتبلغه انه يقول لباباها انها ما عجبتوش. وبتعرفه كريمه انها مش عايزه تشوف وشه تاني، وبتتريق عليه عشان بيغسل الموتى. وفجاه بتهدى كريمه عشان شافت ان مامتها جايه تقف تاني ورا الباب، فبيفهم باقي وبيبلغ كريمه بصوت واطي انه ممكن يرجع يتقدم تاني، ومن العيب انها تهدد حد جاي يتقدم لها. بس قبل ما باقي يخرج من الاوضه بتترجاه كريمه انها بتحب واحد تاني من زمان، وباباها ما جوزهاش ليه عشان كان في السجن، وبتترجاه يقول انها ما عجبتوش. فبيخرج باقي من الاوضه وبيبص لاحمد وبيتضايق من اللي حصل، وبياخد الورد وبيمشي. وتاني يوم بيصحى باقي من النوم على صوت دوشه الاطفال في الشارع، وبيقوم عشان يفطر، لكن لما بيشوف البدله بيفتكر كل اللي حصل من كريمه، فبيتضايق وما بيكملش اكله. ولما بيوصل باقي لمكان شغله بيبقى حسين قاعد قدام مغسله الموتى بميزان، لكن اول ما بيشوف باقي بيخاف منه وبيقوم يمشي. وبيوقفه ناظم وبيبلغه ان مفيش ميت النهارده، فبيرد باقي عليه انه مش مضطر يجي شغله لما يجي ميت. ووقتها بيفكر باقي ان اللي يغسله لما يموت هو ناظم، فبيساله عن درجه حراره غسل الميت، فبيرد ناظم عليه انه ما يعرفش، بس احتمال يبقى نفس درجه حراره غسل الطفل. وبيحكي له ناظم ان لما ابنه اتولد هو اللي حماه، لكن بيبقى واقف واحد بيبيع زيت زيتون وبيستمر في قطع كلام باقي عشان يشتروا منه زيت، فبينفعل باقي عليه عشان عايز يعرف من ناظم هيغسله لما يموت ولا لا. وبيدخل باقي مع ناظم لمغسله الموتى، وبيكون ناظم خايف عشان بيبقى معتقد انه ممنوع يدخل، لكن باقي بيطمنه انه عادي مش ممنوع. وبيبدا باقي يشرح لناظم ازاي يسخن الميه، فبيعتقد ناظم انه بيغسل الميت بالخرطوم، وده بيخلي باقي ينفعل على ناظم وبيفهمه انه بيغسل ميت مش عربيه، وان الميت مش مستعجل والوقت بيبقى مهم، لكن الميت عنده وقت كبير. ووقتها بيتوتر ناظم فبيسال باقي لو انه بيحلم بالموتى، بس باقي بيقول انه بيحلم بالاحياء اللي هم اصعب من الموتى. وبيعترف له ناظم انه دايما شايفه شجاع عشان بيشوف الموتى، فبيقول له باقي ما انت كمان بتنقل الموتى، يعني بتتعامل معاهم برضه. وبيفهمه ناظم ان نقل الموتى مش زي شغل باقي، وبيفتكر ناظم ان باقي بيعلمه عشان يغسل مكانه وقت لما ما يبقاش موجود، لكن باقي بيفهمه انه طول ما هو عايش ما يغسلش حد، لكن بيطمع ناظم وبيبلغه انه لو اتعلم يغسل هيغسل مكانه وياخد فلوس اضافيه. فبيضطر باقي يتظاهر انه بيحلم بالموتى عشان ناظم ما يفكرش انه يشتغل مكانه، وبيطلب منه انه يبقى يشتري القماش عشان الموتى اللي بيجوا من غير الكفن الخاص بيهم. ووقتها بيتكلم ناظم عن موضوع تاني، فبيوقف باقي كلامه وبيطلب منه يركز في اللي بيقوله له، وبيبلغه باقي انه لازم
ولازم يبقى على وضوء دايما لانه ما يعرفش امتى يغسل. وبينفعل باقي على ناظم لانه مش مهتم بكلامه، وبيبلغه باقي وهو ماسك المقص ان هو الشخص اللي عايزه يغسله، وبيفقد ناظم الوعي من الخبر. ولما بيفوقوا باقي والشيخ بيسالهم ناظم على اللي حصل، وبيبقى فاكر انه قلبه وقف، لكن الشيخ بيفهمه انه قلبه لو وقف كان زمانه في الاخره. ووقتها بيشوف الشيخ مسدس في جيب ناظم، فبيقول له انه اتفق معاه قبل كده انه ما يشيلش سلاح، بس ناظم بيغير الموضوع وبيقول لباقي انه افتكره هيموت نفسه بالمقص وقلبه وقف، فبيهديه باقي وبيفهمه انه مجرد ارتفاع في ضغط الدم او هبوط في سكر الدم. وبيحذروا الشيخ ان عنده عيله واطفال وانه ما يمشيش بالسلاح تاني عشان ما يخرجش منه طلقه ويحصل له حاجه. لكن ناظم بيطمنه وبيعرفه انه شايله عشان عنده اعداء بسبب انه كان خاطف زوجته زمان من اهلها اللي ما كانوش موافقين على جوازهم. وبعدها بيعتذر لهم الشيخ وبيقول لهم انا مضطر امشي. وبيبقى ناظم متوتر من وقت ما باقي قال له يغسله، وبينفعل ناظم على باقي عشان فاكر انه كان هيموت نفسه قدامه وعشان كده طلب منه يغسله، لكن باقي بيفهمه انه طلب يغسله يوم ما يموت. فبيساله ناظم هتموت امتى؟ فبيتريق باقي عليه وبيقول له ان يوم وفاته هيبقى مفاجاه. وبيستغرب ناظم تفكيره وبيساله عن سبب انه طلب منه يغسله وقت وفاته، فبيجاوبه باقي ما عندوش غيره، وحتى احمد عنده عيله واطفال وعقله مشوش ومش هيقدر يغسله. وبيطلب ناظم من باقي انه يحكي له على الحقيقه لو هو عايز ينتحر، لكن باقي بيقول له انه ما تجننش، بس عايز بعد السنين دي في المهنه يتغسل من واحد ما عندوش لا مبالاه. وبيفهم ناظم باقي انه طالما بيفكر في الموت يبقى لازم يتجوز، وبيفكروا ناظم انه كان هيتجوز بإليف، لكن باقي بيبلغه انه ما بيفكرش في الجواز وان هو وإليف اصدقاء. وبالليل بيبقى باقي مع ناظم ومعاه ورد، وبيبلغوا ناظم انه يستأذن من زوجته على انه يغسله عشان لو مات في يوم اجازتهم ممكن زوجته تقول له ما يروحش يغسله. وبنعرف ان باقي جايب الورد لزوجة ناظم عشان توافق انه يغسله لما يموت. وبيحكي لناظم على انه تقدم لبنت لكن رفضته عشان بتحب حد تاني، وبيعرفوا ان اللي ضايقه ان مامتها اتضايقت لما عرفت مهنته، وان حتى البنت نفسها اتريقت على شغله. وبيفهم ناظم ان باقي رافض الجواز عشان مهنته، وبعدها بيساله عن والده هل خرج من السجن ولا لا، لكن باقي بيرد عليه يقول له ما يعرفش. ولما بيدخل باقي عند ناظم بتقدم لهم هندا زوجة ناظم الاكل، لكن قبل ما باقي يمد ايده على الاكل بياكل ابن ناظم من طبقه وبيلخبط اكل باقي بايديه، وده بيخلي باقي يتضايق وما ياكلش. وبعد شويه بيحكي لهندا ان مامته متوفيه وما عندوش حد غير ناظم عشان يغسله وقت وفاته، لكن هندا بتفهم غلط وبتنفعل على باقي عشان افتكرت انه بيطلب منها تحميه، وبيتعصب ناظم عليها وبيفهمها ان باقي عايز هو اللي يغسله. وساعتها بتتوتر هندا وبتفهم باقي ان ناظم طول عمره بيشوف في الموتى وشهم متغطى وعمره ما لمس او غسل ميت. وبتكمل كلامها وبتقول لي باقي انه لو عمل حادثه وشه اتبهدل من الحادثه او ايده اتقطعت ساعتها مش هينفع ناظم يشوف المنظر ده، وبيبلغها باقي انه يحاول ياخد باله وما يعملش حادثه، فبتوافق هندا. وبيبقى باقي مبسوط انه اخيرا عرف الشخص اللي هيغسله. وتاني يوم بيبقى باقي بيعلم ناظم يقطع الكفن ازاي وبيشرح له كل حاجه تخص الشغل. وبينام باقي مكان الميت عشان ناظم يجرب يلفه بالكفن. وبعدها بيأكد باقي على ناظم انهم هيتدربوا كل فتره، وبيأكد على ناظم انه يحفظ دعاء الجنازه. وبيعرفوا باقي انه اول مره هينام مرتاح البال، وبيودعوا بعض عشان يمشوا. لكن قبل ما باقي ما بيمشي بيسمع ضرب نار، ولما بيلف بيلاقي ناظم اتضرب من نار من اخو هندا زوجة ناظم بسبب ان ناظم خطف هندا زمان. وبنشوف باقي اللي بيغسل ناظم وهو متأثر وحزين على صديقه، وبيبقى نادر واقف بيعيط على ناظم وخاف كعادته. وبعد ما باقي بيغسل ناظم بيطلع وهو محبط، فبتيجي إليف تقعد معاه فبيحكي لها انه لما ماتت مامته عيط كتير بس مامته ما رجعتش، ومن ساعتها بقى عارف ان اللي بيموت ما بيرجعش حتى لو عيط عليه سنين. وبتساله إليف ازاي بيشوف كل العدد الكبير ده من الموتى، فبيرد باقي عليها انه زي ما الناس بتشوف كل العدد الكبير ده من الاحياء عادي. وبتعرفوا انها ما كانتش متوقعه انه هيغسل ناظم، ووقتها بيبلغها باقي انه كان متفق مع ناظم ان هو اللي يغسله، لكن الموت بيبوظ كل الخطط دايما. وبتستغرب إليف انه ما بيحزنش ابدا، لكن باقي بيعرف انه حزين لدرجه تمنعه انه يعيط. وبعدها بيوصل اصدقاء ناظم وبيطلب باقي منهم انهم ينقلوا له العربيه، وساعتها صديق ناظم بيبلغ باقي انهم هياخدوه على البيت الاول عشان يودع البيت لاخر مره. وبيبلغ صديق ناظم الشيخ وباقي انهم يتابعوه عشان يفضلوا وراه لحد بيت ناظم على اساس انهم ما يعرفوش بيت ناظم يعني. لكن لما بيركب باقي والشيخ عربيه نقل الموتى كل واحد منهم بينسى ان اللي كان بيسوق عربيه نقل الموتى هو ناظم، وبيكتشفوا ان مفيش حد فكر يكلم سواق تاني مكان ناظم. ووقتها بينزلوا من العربيه وبيتصل باقي بالخدمات الجنائزيه عشان عربيه نقل الموتى ملك الحكومه، فما يقدروش يخلوا حد يسوقها من غير ما ياخدوا اذن من الخدمه. وبيرد عليه واحده اسمها مروه من فريق الخدمات وما بتديش فرصه لباقي انه يتكلم، ويقول لها انهم محتاجين سواق، وبتقول له ان في وجبات مع الجنازه. واول ما بيسمع صديق ناظم ان في اكل هيبعتوه في العزاء بيسالها عن الصنف وما بيبقاش مهتم بالمشكله اللي هم فيها، وبيبان عليه لا مبالاه اول ما بيسمع سيره الاكل. وساعتها بيتعصب باقي عليه وبيكلمها وبيفهمها ان المتوفي ناظم ومحتاجين سواق، وبيسالها لو ممكن الشيخ هو اللي يسوقها، فبتعرفوا مروه انهم محتاجين اذن من الخدمه، وده هياخد له ساعات لحد ما يردوا عليها. فبيتعصب باقي عليها عشان لو استنوا اكتر من كده جسم ناظم هيتنفخ،
فبيهدي باقي نفسه وبيطلب منها انها تسالهم وتاخد الاذن منهم او يبعتوا لهم السواق مكان ناظم، لكنها بتعرفه انهم هيبعتوا السواق بس مش في نفس اليوم وان الموضوع هياخد له ايام. وده بيخلي باقي ينفعل عليها عشان مش يعرفوا يتصرفوا بجثه ناظم، وبيبلغ مروه ان هيقول لحد من اصدقاء ناظم انه يسوق العربيه ولو حد سالها تقول له انها ادت له الاذن، لكن مروه بتفهمه انه ما ينفعش تكذب عشان المكالمه متسجله اصلا. ولما بيقفل باقي مع مروه بيطلب من صديق ناظم انه يسوق عربيه نقل الموتى، ولما بيوصلوا لبيت ناظم بتبقى اليف موجوده بتواسي هاندا، وبعدها بيصلوا كلهم على ناظم وبيروحوا عشان يدفنوه. لكن لما باقي بيشيل معاهم ناظم بيخبطوا صديق ناظم وبيقف مكانه عشان ما يبقاش باقي واقف قدام ويبان اللي هو اللي شايل ناظم. ووقتها بتروح هاندا وبتطلب من باقي انهم ما يدفنوش ناظم هنا عشان كان متخاصم هو واخواته، فبيهديها باقي وبيفهمها ان كل الميتين بيموتوا وهم مخاصمين ناس، لكن بتطلب هاندا من باقي انه ما يدفنش ناظم جنب اخوه، فبيهديها على اساس انهم مش هيدفنوا ناظم جنب اخوه. ووقتها بتروح هاندا تحط باقي في موقف وحش قدام الكل وبتتكلم مع الشيخ انها خدت الاذن من باقي ان ناظم مش هيدفن هنا، لكن الشيخ بيتضايق ان باقي بيفكر من دماغه وبيهديها الشيخ وبيفهمها انه لازم يدفن في مدافن عيلته، فبتطلب هاندا من الشيخ انهم يدفنوا ناظم جنب اخوه، لكن ما يبقاش راسه جنب راس اخوه ويبقى رجل ناظم هي اللي جنب راس اخوه عشان كانوا وهم صغيرين بيناموا كده لما يتخاصموا، لكن الشيخ وقتها بيفهمها ان لازم الراس تبقى في اتجاه القبله، فبتنفعل هاندا وما بتبقاش عايزه تدفن ناظم، لكن وقتها بيضطر باقي يكذب عشان يهديها ويدفنوا ناظم، فبيقول لها ان ناظم فوضه في مره عشان يصالحوا على اخوه، وبيتدخل الشيخ وبيبلغ هاندا ان باقي هو اللي غسل قازم اخو ناظم، فممكن باقي يبقى وسيط بينهم ويخليهم يعاتبوا بعض، بس وقتها بيتدخل صديق ناظم انهم شكلهم بيعملوا كده عشان يسرعوا دفن ناظم، وده بيخلي باقي ينفعل عليه وبيفهمه انه لو يقدر يجيب اذن من البلديه يفتحوا قبر تاني فيروح يجيب الاذن، فبيجيب صديق ناظم ورا، وبيتظاهر باقي انه بيتكلم على لسان ناظم وكاظم وهما بيعاتبوا بعض عشان يهدي جنان هاندا ويقدروا يدفنوا ناظم، وبيعرفوا الشيخ ان لو حد عرف انه حل الموضوع بالكذب هيفصلوه عن مهنته، وساعتها ومره واحده بتنهار هاندا بعد ما ابتدت تفهم ان الناظم اتقتل على ايد اخوها ورملها وفات من الصدمه، وبيسالها باقي يدفنوه ولا لا، فبتوافق هاندا وبتمشي، ووقتها بيودع باقي صديقه ناظم وبيمشي هو كمان، وبياخد قرار انه يمشي ورا هاندا لحد البيت عشان بيبقى باين عليه الحزن، فلما بيوصلوا البيت بيقترح باقي على هاندا انها ما تدخلش البيت عشان فيه زحمه وناس كتير، لكن هاندا بتعترض عشان محتاجه تعمل للناس اكل، فبيعرفها انه لو الناس بتفكر في الاكل فما تهتمش بالتفكير فيهم، وبتفهمه ان كل واحد بيعيش حزنه بشكل مختلف عن التاني، وان في اللي بيعيش حزنه عن طريق الاكل وممكن شخص تاني يعيش حزنه عن طريق طبخه للاكل، وبتقوله يعيش حزنه عشان اللي كان هيغسله مات، ولما بيروح باقي بيته بيحاول يعمل اكل زي ما كانوا قرايبه زمان بيعملوا اكل على روح والدته، ووقتها بيتاثر باقي لما بيفتكر وفاه والدته وبيعيط، وبيقرر انه ياخد الاكل ويشتري حلويات لابن ناظم، وتاني يوم بيوصل احمد واطفاله عند باقي، ولما الاطفال بيعملوا دوشه بيقترح احمد عليهم انهم ياخدوا المزهريه ويتخيلوا انهم بيجمعوا فيها الورد اللي مرسوم على السجاده، لكن ساعتها الاطفال بيرموه على الارض، وده بيخلي باقي ينفعل على احمد عشان بيمنع الاطفال يلعبوا في جنينه البيت ومش سايبهم على راحتهم، وده بيخلي احمد يقترح على اطفاله انهم لو سكتوا نص ساعه هيخرجهم يلعبوا في الجنينه، وبيتكلم احمد مع باقي انه يخرج من اكتئابه وينسى اللي حصل، لكن باقي بيتعصب على احمد عشان بيتكلم عن ناظم صديقه بكل برود، فبيقول له احمد ان الخبراء النفسيين في التلفزيون بيقولوا ان الاكتئاب بيأثر على حياه الشخص، لكن باقي بيفهمه ان مهنته مهمه لكن ما بتطلعش على التلفزيون عشان في الاخر مغسل موتى مش خبير، ووقتها بيقاطعهم صوت خناق الاطفال مع بعض، فبيتعصب باقي وبياخد الاطفال يطلعهم في الجنينه، ووقتها بيشوف باقي نفس الورده اللي شافها في المقابر وقت ما الطعن، لكن احمد بيحذره ان النص ساعه ما خلصتش لسه وان الكلام اللي بيقوله للاطفال لازم يتنفذ ما يرجعوش فيه، لكن باقي بيعرفوا انه بيحبه وطبيعي بيحب اطفاله لكن ما يختبرش صبره، وبيسالوا احمد لو حصل بينه وبين اليف في الجنازه حاجه، فبيتعصب باقي على احمد لان عمر ما يحصل بينهم حاجه في الجنازه، وبيفهموا باقي انه قريب من اليف عشان شغاله في العنايه المشدده وبتجيب له الاموات دايما، فبيأكد احمد على باقي انه ما ينفعش يعيش طول عمره وحيد من غير ست، وحتى بيته هيتغير لما الست تدخله، وبيحكي له باقي على انه شاف ورده توليف في المقابر وكانه لسه متخيل بيها في جنينه بيته، لكن بيستغرب احمد لانها نادرا لما تطلع في المناطق دي، وبيعرفوا انه كان بيشوفها دايما لان باباه هو اللي كان بيجمعها له زمان، وبيستفسر احمد منه هل باباه خرج من السجن ولا لا، لكن باقي بيرد عليه انه يخرج الشهر ده، وبيتخانق باقي بسبب سيره باباه وبيتضايق، فبيطلب من احمد انهم يخرجوا بره شويه، لكن باقي بيجي له مكالمه من الشغل وبيضطر يمشي، ولما بيوصل باقي لشغله بيكتشف ان الميت تايلاند من عيله مهمه اكنهم مافيا، وبتنزل واحده من العربيه وبتؤمر واحد اسمه اسماعيل من رجالتها انه يسال باقي عن مين غيره هيبقى في اوضه الغسل، وبيرد باقي عليه ان مفيش غير نادر هيساعده، ووقتها بيجي سواق عربيه نقل الموتى الجديد مكان ناظم وبيبقى اسمه مردان، وبيعرف باقي ان الناس دي مافيا وانهم يتحروا عنهم، ووقتها بيقف باقي مع زوجة الميت فبتعرفه ان ما ينفعش يبقى معاه حد وهو بيغسل وممكن هي تبقى
تبقى جوه معاه، لكن بيفهمها ان ما ينفعش تخش تشوفه لان الجواز بيبطل اول ما بيموت. وساعتها بتؤمر الرجاله يسيبوهم لوحدهم، فبتقول له انه ما اتجوزاش اصلا، وبتفهمه ان اعدائه هيوصلوا قريب وانهم فضوا فيه المسدس كله. لكن بتحذر باقي انه لو حد ساله هيقول له انه اتضرب برصاصه واحده في ظهره. ولما بيدخل باقي عشان يغسل الميت بيدخل معاه اسماعيل عشان يساعده، وبيبلغ باقي انه بقى في مصيبه من ساعه ما تايلاند مات. ووقتها بيوقع باقي طبق الميه فبيتخض اسماعيل وبيطلع مسدسه، وبسبب صوت صريخ اسماعيل بيدخل عليه باقي افراد المافيا. وعشان بيبقى ظاهر ان اسماعيل رافع مسدسه على رئيستهم تأمرهم ياخدوا اسماعيل لبره. وبتسال باقي هل لسه مستمر انه عايز مساعد، فبيرد عليها باقي انه عايز مساعد، فبتبلغوا انهم محتاجين ياخدوا قرار قبل ما يغسل تايلاند. ولما بيخرجوا بره مغسله الموتى بيبقى نادر ومردان متوترين، ووقتها الرجاله بيسالوا باقي عن سبب رفع اسماعيل السلاح، فبيفهمهم ان اسماعيل اتوتر وعشان كده طلع المسدس. وساعتها بتساله رئيستهم عن المده المسموح للميت فيها يفضل موجود في المغسله، فبيبلغها ان ما عندوش ثلاجه فما ينفعش غير انه يتساب لحد العصر عشان صلاه الجنازه بعد الصلاه. بس بتعرفوا انه حصل مشكله ومضطرين يسيبوا تايلاند فتره من الوقت، بس بيبان عليهم انهم مش راجعين تاني. وبعد شويه بيوصل رجاله تانيين وبيسالوا مردان عن المغسل، فبيقولوا على باقي. ووقتها بيبقوا عايزين يعرفوا من باقي هل سمع حاجه غريبه قالوها قبل ما يمشوا ولا لا، بس باقي بيرد انه ما سمعش حاجه وبيطلب منه لو حد يساعده في الغسل، فبيسمح له واحد من الرجاله انه ممكن ياخد اي مساعد معاه. ووقتها بيجري نادر لاول مره على اوضه الغسل وبيجري مردان معاه عشان بيبقوا خايفين من العصابه. ولما بيدخلوا الاوضه بيتمنى مردان انه يكون مكان الميت عشان اكيد كل الاكل اللي مش قادر ياكله، وعنده حبيبه بتلبس عليه اسود. لكن باقي بيفهمه ان مش دي الحياه اللي يتمناها، لكن الحياه اللي يتمناها ان زوجته او حبيبته تيجي وقت الخبر حتى لو بلبس البيت وما تفكرش هتلبس ايه عليه. فبيتضايق باقي جدا من كلام مردان لما بيقول انه وحيد ومش هيلاقي حد في جنازته. وبيبدا باقي يغسل الميت، ولما بيخلص باقي ويخرج بيلاقي ان الرجاله بيتكلموا ان الرجاله التانيه في المكتب ويفتحوا الخزنه اللي تخص الميت، فبيمشوا من غير الميت. وقتها بيوصل الشيخ وبيصلوا على الميت وبيدفنوه هو. وبنشوف باقي اللي بيبقى في البيت لكن بيحس بالملل بسبب انه وحيد، وبيتصل باحمد عشان يروح له البيت، لكن احمد بيبلغه انه راح يجيب حاجات عشان هيعمل حمام سباحه في جنينه بيته. وبيقترح احمد على باقي انه يكلم اليفي ويروح لها مكان شغلها لكن يجيب لها هديه الاول. ولما بيقفل مع احمد بيسمع حاجه خبطت في الشباك، فبيشوف انهم اطفال رموا الكره من غير قصد، لكن اول ما بيشوفوا بيخافوا وبيجروا. وبعد شويه بيفكر باقي يتصل بنادر عشان يتقابلوا، لكن نادر بيقول انه هيخرج مع مامته، بس بيتعصب باقي على نادر وبيقفل في وشه عشان نادر بيستغرب من اتصاله وبيفتكر ان في ميت عايز يغسله. وبعدها بينزل باقي من البيت فبيجي له مكالمه من احمد عشان ياكد عليه انه يروح لإليف ويجيب لها هديه. وبيلاقي باقي محل مكياج وبيبقى حيران يدخل ولا لا، وبتجيله واحده شغاله في المحل عشان تساعده وبتفتكره بيشتغل في مكان بيعمل للناس مساج عشان واقف قدام زيوت، فبتقترح عليه زيوت وحاجات كتير. ومن كتر كلام عن المنتجات بينفعل باقي عليها وبيطلب منها تسيبه براحته، فبتسيبه براحته بس بتفضل مراقباه من بعيد. وبيتوتر باقي، لكن لما بيشوف توكا بيفتكر ان والدته كانت بتلبس زيها فبيشتريها. ووقت الحساب بينفعل بسبب اسئله البنت الكتير. ولما بيوصل باقي المستشفى اللي شغاله فيها اليف بيتخضوا كل الشغالين هناك اول ما بيشوفوه وبيفتكروا انه حسين مات. وبيطلع باقي لإليف وبتستغرب هي كمان انه موجود وبتفتكر ان في حد مات، لكن باقي بيفهمها انه جه عشان يزورها مش اكتر، وبتبلغه انها تطمن على مريض. وبتطلب من باقي انه يساعدها عشان تقيس للمريض الضغط عشان ما بيقدرش يقوم فيتكلم مع المريض عارف شويه. وبتروح إليف عشان تجيب جهاز الضغط من الاوضه الثانيه، وفي نفس الوقت بيفوق المريض وبيسال باقي هو مين، فبيفهمه باقي انه مش شغال في المستشفى، لكن وقتها بيسالوا المريض عن مهنته. ولما بيعرف شغله باقي بيتخض وبيتشاهد، فبيسمع اهل المريض صوته وبيدخلوا يضربوا باقي لحد ما بيفقد الوعي. ولما بيفوق بيبقى على السرير في المستشفى، وبتطمن عليه إليف وبتطلب منه يزور الدكتور عشان يطمن اكتر لكنه بيرفض. ووقتها بتقول لاهل المريض اللي ضربوه ان باقي ما بيحبش يروح لدكاتره، لكن باقي ساعتها بيستغرب انها مركزه معاه وعارفه اللي ما بيحبوش، بس في النهايه ما بيهتمش. وبيعتذر اهل المريض لباقي انهم ضربوه من غير ما يعرفوا هو عمل ايه، لكنهم بيحذروا باقي انه ما يقولش مهنته قدام حد لان ده هيتسبب له بالخوف. بس إليف بتقطع كلامهم وبتاخد باقي بره الاوضه وبتطلب منه يقعد معاه في اوضتها في المستشفى. وبتاكد إليف عليه انه ما كانش ينفع يقول انه مغسل قدام مريض، فبيفهمها ان لو المغسلين ماتوا هيحتاروا مين اللي هيغسلهم، فالمهنه مش عيب. وقتها بتقترح عليه انهم يشربوا شاي سوا، وبيحكي لها باقي انه بيفكر مين هيغسله لما يموت، فبتقترح إليف عليه انه يخرج عشان حياته كلها شغل وبيت. وفي نفس الوقت بيلاحظ باقي ان إليف بتدور على توكه شعرها ومش لاقياها، فبيطلع التوكه اللي جايبها وبيديها لها، لكن وقتها إليف بتتريق على التوكه انها من زمان وما بقاش في حد بيلبسها وبترفض تاخدها منه. ومن زعله بيقرر انه ما يقولهاش انه اشتراها ليها،
وبيبان عليه انه احبط. وبيحكي باقي لإليف ان كان في ميت ومعاه ناس دلوقتي، لكن وقت دفنته كله مشي والموظفين اللي دفنوه، يعني حتى لو مش وحيد بيبقى وحيد وقت موته. فبتعرفوا إليف انه ممكن يكون مش بيفكر في مين هيغسله، لكن هو خايف انه يفضل لوحده. ووقتها بيفتكر لما ناظم واحمد قالوا له نفس الكلام. وبيحكي باقي لإليف ان احمد عرض عليه انه يروح يتجوز بنت شايفها مناسبه ليه. ووقتها بتستغرب إليف فبتساله انه ما عندوش اصدقاء بنات غيرها، فمين اللي شافها احمد مناسبه ليه. وساعتها بيعرفها باقي انها صديقته الوحيده. فبتفهم إليف غلط وبتفهم انه قصده عليها وبتقطع كلامه وبتعرف انه شخص لطيف لكنها مش هتوافق عليه. لكن باقي ساعتها بيفهمها انه مش عايز يتجوزها، لكن هو كان بيحكي عن كريمه البنت اللي تقدم لها لكن رفضته. وبعدها باقي بيبلغ إليف انه هيمشي عشان يروح بيته، لكن قبل ما بيمشي بيرجع وبيسالها عن سبب رفضها ليه. فبتعرفوا انها شايفه الجواز ده حاجه كبيره، بس اثناء كلامها بتلاحظ ان باقي سابها وهي بتتكلم ومشي. وبيبان على باقي الحزن من كلام إليف الغير متوقع وبيعيط على حاله. وبيوصل باقي عند احمد وبيحكي له ان إليف رفضت الجواز منه من قبل ما يعرض عليها اصلا. فبيتضايق احمد عشان باقي ما لبسش بدله وهو بيتقدم لها، وبينفعل باقي على احمد وبيفهمه انه ما عرضش عليه في الجواز، لكن هي فهمت غلط وقالت له انهم صحابه بس. وبعدها بيطلب احمد من باقي انه يساعده في حمام السباحه، لكن باقي بيبقى شايف انه ملوش لازمه يعمل حمام سباحه في جنينه مساحتها صغيره. بس احمد بيقنعه انه عمل كده عشان نسلهان حلمت ببيت وفي حمام سباحه، وطبعا لازم يحقق لها حلمها. وبيبقى باقي مش عاجبه ان احمد ساب الشغل وبقى قاعد في البيت، وان زوجته نسلهان هي اللي بقت بتشتغل، وان احمد كده مش راجل البيت. لكن احمد بياكد له انه مش متضايق من كده لانه هيحضر كل مراحل اطفاله وهيتبسط بوجوده وقعدته معاهم. وبيحكي احمد انه اعجب بنسلهان من اول مره لما شافها في الاتوبيس، وبيكون احمد قاعد في اخر الاتوبيس ونسلهان لما بتطلع بتقعد في الاتوبيس من قدام، وبيبقى احمد مستني نسلهان تلف وتبص له عشان يشوف ملامحها. وساعتها بيكون باقي بيسمعه وبيتخيل نفسه مكان احمد وهو بيشوف إليف، بس بيفوق وبيقول لاحمد انها تفاهات. لكن احمد بياكد له ان الحب هيخليه فجاه يشوف كل احلامه بنفس البنت. واثناء كلامهم بيقاطعهم صوت عياط بنت احمد الصغيره، فبيروح عشان يشوفها. ووقتها بيمشي باقي، لكن قبل ما بيمشي بيشوف اطفال احمد وما بيتفرجوا على الحمامه اللي في القفص وما بيصرخوش زي عادتهم. فبيروح لهم باقي وبيبلغوه انهم مستنينها تصحى، لكن ما بتصحاش وبقالها كتير نايمه. وبيعرف باقي ان الحمامه ميته وان احمد هو اللي قايل لهم انها نايمه، فما بيعرفش يقول لهم انها ميته وبيفهمهم انها نايمه فما يلمسوهاش. وبيقرر باقي انه يمشي. ولما بيركب باقي الاتوبيس بيفتكر كلام احمد عن الاتوبيس، وبيفضل مستني يشوف البنت اللي هتركب في الاتوبيس من قدام. وفعلا بتطلع بنت تقعد قدام لكن ما بيشوفش وشها. وساعتها بيفتكر كلام احمد وبيشوف باقي ان البنت نزلت. لكن اثناء ما باقي بيفكر بيلاقي السواق بيسال اذا كان في حد من الركاب وحيد وما وقعش في الحب، وان اللي ما وقعش في الحب ينزل ورا البنت. فبيقرر باقي ينزل وراها، لكن قبل ما بينزل بيوقفوا السواق وبيبقى عايز منه الاجره. وبيبقى باقي بيتخيل ان السواق هو اللي طلع كان بيقول كده، فبيضطر ينزل من الاتوبيس. ولما بينزل من الاتوبيس بتطلع البنت اللي كانت راكبه معاه هي كريمه. واول ما كريمه بتشوفه بتتخانق معاه لانها بتفتكر انه مراقبها وبيمشي وراها، لكن باقي بيعرفها انه لو كان شافها عمره ما كان هيراقبها. وبتفهمه كريمه انها رفضته. ووقتها مامة كريمه بتشوفهم فبتفتكر انهم انسجموا مع بعض لدرجه انهم بيتقابلوا، لكن باقي بيبرر انه شافها في الاتوبيس مش اكتر. وبتطلب مامتها من باقي انه يقعد مع كريمه بنتها في الحديقه وانها تقعد على ترابيزه تانية. وبعدها بيقعد باقي مع كريمه فبتساله عن سبب انه قال لباباها ان عنده تامين وهو شغال مغسل موتى. وبيتعصب باقي وبيقرر انه يقوم، لكن وقتها بتترجى كريمه انه يقعد. وبيبقى باقي متوتر من كريمه عشان شويه تبقى بريئه وشويه تبقى قاسيه. وبتفهمه انه لما خرج فجاه من بيتهم وقت ما رفضته في بيتها من غير ما يودعهم، باباها افتكر انها اتعاملت مع باقي وحش وعشان كده مشي. وساعتها طلب باباها من كريمه تقابله بره وتعتذر له ويتعرفوا على بعض. وعشان كده لما مامتها شافتهم سوا طلبت منهم يقعدوا في الجنينه عشان افتكرت ان كريمه اتصلت بباقي عشان يتقابلوا. وبتعرفوا كريمه انها مش تقدر تقول لمامتها انها ما اتصلتش بيه عشان داوود حبيبها خارج من السجن الاسبوع ده، وساعتها هيشكوا فيها. وبتعرفوا انهم رفضوا داوود عشان دخل السجن في سرقه عربيات ومره بسبب خناقه. وبتفهموا ان داوود شخص كويس وعلى الاقل ما بيمشيش ورا البنات زي المنحرفين زيه. فبيفهمها باقي انه افتكر انه هيقع في حبها زي ما احمد وقع في حب النسلهان. وبتحكي كريمه لباقي عن يوم ما اعجبت بداوود بانها كانت ماشيه بالليل في الشارع وحست ان في حد ماشي وراها، وساعتها خافت. لكن وقتها طلب داوود منها انها تلف فلفت. ولما شافت داوود اعجبت بيه. ووقتها بيستغرب باقي من تفاهه حبهم للاشخاص. وبيبقى باقي مقتنع ان كريمه لو كانت شافت ساعتها اي حد غير داوود كانت هتعجب بيه برضه، وان كل ده كان مجرد صدفه. وبتكمل له كريمه ان داوود ساعتها قال لها ان محفظتها وقعت منها، لكن اكتشفت بعد كده انه سرق محفظتها. لكن لما شاف صورتها في المحفظه اعجب بيها فرجعها لها واتحجج بان المحفظه وقعت. ووقتها بينفعل باقي على كريمه وبيعرفها ان اهلها لو ما كانوش منعوها من الجواز بواحد حرامي وكذاب كان هيستحقرهم. وبينصحها ان اللي هي فيه ده ما اسموش حب واسمه عند لانه مش شخص شبهها. وبعدها بيسيب كريمه وبيروح يقعد مع مامتها. وبيعرفها باقي انه بيغسل الاموات بقاله سنين، ودايما بيبقى الاحياء هم اللي بيعيطوا وبيندموا انهم ما كانوش عايشين حياه سعيده مع الميت. فبتستغرب مامة كريمه جدا من كلامه
وبيعترف لها ان كريمه حكت له عن حبيبها، ووقتها بتتفاجئ مامتها انها لسه بتفكر فيه، وبتعتذر لباقي انه اتحط في موقف زي كده، لكن بتفهمه انها افتكروا انها بطلت تحبه، فبيأكد لها ان بنتها بطلت تحكي لها مش بطلت تحبه. وبالليل بيبقى باقي ماشي في الشارع وهو حزين وبيفكر في انه وحيد، لكن لو كان عنده بنت زي كريمه وحبت واحد حرامي مثلا كان هينصحها بالحقيقه حتى لو هتزعل، وهيفهمها ان الحرامي ده هيأذيها في النهايه. وبعدها بيوصل باقي لبيت احمد وبيصارح اطفال احمد بالحقيقه، وهي ان الحمامه ماتت فبيغسلها ويكفنها، وبيبقى اطفال احمد زعلانين على الحمامه فبيدفنوها في الجنينه. وساعتها بيبقى شايفهم احمد ونسلهان وما بيبقاش عاجبهم اللي باقي بيعمله، لكن بيتفاجئوا ان الاطفال حبوا باقي ومسكوا ايده فبيفرحوا بسبب انه نجح يخليهم يحبوه. وتاني يوم بيبقى باقي واقف مع جارته عشان بتنصحه ان شكل جنينه بيته وحشه ومليانه حاجات ما بيستعملهاش، فبتنصحه ان الاحسن يزرع ورد وينظفها عشان الناس ما يقولوش عليه انه راجل مش عارف ينظف بيته فمش هيعرف يتجوز ويفتح بيت. لكن باقي بيجي له مكالمه، ولما بيرد بيعرف ان باباه حارس اتخطف وانهم عايزينه يجي لهم في قريه، فبيرد باقي على العصابه اللي خطفت حارس ان الطريق هياخد وقت 5 ساعات، وده بيخلي فرد العصابه يقولوا انهم هيستنوه خلال 6 ساعات ويجي لوحده من غير حد. وبيبقى باقي خايف ومش عارف يعمل ايه، لكن بياخد قرار انه هيروح لباباه حارس وبيركب الموتوسيكل بتاعه. ولما بيوصل باقي للقريه بيعرف من نظام الدين رئيس العصابه ان باباه حارس كان موجود جنب بيتهم وكان عايز يخطف اختهم الصغيره لكنهم مسكوه قبل ما يخطفها. فبيقول باقي لنظام الدين انه كان فاكر ان ابوه في السجن، فبينفعل نظام الدين عليه عشان باقي غير الموضوع اللي بيتكلموا فيه وبيبقى هيطلع المسدس عشان يقتله، لكن باقي بيهديه انه ما كانش يعرف ان باباه خرج. فبيهدى نظام الدين وبيعرفوا ان حارس هو اللي خلاهم يكلموا باقي عشان ابنه الوحيد، وبيعرفوا ان حارس موجود في البيت، وبيقول له انه حارس هيطلع يعتذر دلوقتي وانهم كانوا عايزينه يشهد على اعتذار باباه وبعدها ياخد باباه ويمشي. وبيطلب نظام الدين من باقي انه مش عايز يشوف وشهم تاني. ولما بيشوف حارس ابنه باقي بيهزقه انه جه من البيت في الجو البرد ده وبالموتوسيكل، لكن باقي بيفكروا انهم ما شافوش بعض بقالهم سنين، ولما يجي يطلع من السجن يخطف بنت، ودلوقتي كل اللي همه انهم هيرجعوا ازاي بالموتوسيكل في الجو ده. واثناء ما باقي بيتكلم مع حارس بيجي له مكالمه، ولما بيرد بيعرف ان في جنازه، فبيطلب من نظام الدين انه يتصل بمساعده نادر. ولما بيتصل بنادر بينفعل باقي عليه لانه اول مره يطلب منه يغسل حد، لكن نادر بيرفض يغسل الميت وبيطلب من باقي ان مردان يساعده. وساعتها باقي بيكلم مردان وبيطلب منه يغسل الميت وانهم لو محتاجين حاجه يكلموه بقى. وبيدخل باقي معاهم عشان يعتذر حارس قدام اخت نظام الدين وبيبقى اسمها جولفيدان. وبيعرف باقي ان كان في بين حارس وجولفيدان جوابات وقت ما كان حارس في السجن، لكن وقتها بيجي مكالمه لباقي من مردان وما بيبقوش عارفين يلبسوا الميت الكفن، فبيضطر باقي يكلمهم فيديو كول وبيطلب من نظام الدين كفن عشان يعرف مردان طريقه لبس الكفن للميت على جسم حارس. وبيبقى في واحد من رجال نظام الدين بيصور باقي اللي بيشرح لمردان يلف الكفن ازاي، وبعدها بيطلب باقي من مردان انه يروح يبلغ قرايب الميت انه خلص. وساعتها بيفتكر باقي وقت موت مامته لما شافها بالكفن، لكن وقتها بيتعصب حارس بسبب اللي باقي عمله فيه وبيقول لباقي انه اتجنن. وبعدها بيبلغ نظام الدين حارس ان باقي هيقدم له مبلغ كاعتذار، لكن باقي بيعرفه انه معهوش فلوس غير 100 او 150 ليره، فبيقترح نظام الدين عليه انه يسحب فلوس من اي مكنه، لكن بيبلغهم باقي انه معهوش فلوس غيرهم وما عندوش حساب في البنك. ووقتها بيبلغوا نظام الدين انهم هياخدوا منه الموتوسيكل بتاعه، وبيوصلهم واحد من رجال نظام الدين للبيت. وبيوصل باقي مع حارس للبيت وبيبقى باين على باقي انه زعلان على الموتوسيكل بتاعه من افعال باباه. ولما بيدخل حارس للبيت بيستغرب ان باقي ما جابش اي حاجه جديده في البيت من 20 سنه، وبيحاول باقي يفهم من حارس سبب خطفه البنت بعد خروجه من السجن، فبيعرفوا حارس انها سنها قريب من سنه وان اكيد حد شافهم وقت هروبهم. لكن وقتها بيخرج باقي عن شعوره وبينفعل على حارس عشان بقاله سنين ما شافوش، ويوم ما شافه طلع ان حارس طالبه عشان يدفع له فلوس. وساعتها بيقول لحارس ان مفيش حد عايز يشوفه وكله بقى بيخاف منه. وبيتاثر باقي لما بيفتكر ان مامته خرجت من البيت بالكفن، واستمر باقي يغسل الموتى طول حياته، بس في نفس الوقت حارس قاعد بيراسل ستاته وهو في السجن وما حاولش يتصل بيه. وبيكمل باقي كلامه انه وحيد لدرجه انه لو مات هيلاقي احمد جثته بعد يومين، ولو مات مش هيلاقي حد يغسله. وبيعرف باقي حارس انه ما زارش قبر مامته من 10 سنين على امل ان حارس يخرج وياخده من ايده يزوروها. ووقتها بيعرفوا حارس انه كان عارف انه مش هيبقى اب كويس ولا زوج، لكن محدش صدقه. وساعتها بياخد قرار انه مش هيقدر يعيش في البيت ده، وبيبلغ باقي انه ملوش دعوه بيه ويبقى يزور مامته هو عشان اكيد مستنيه يزورها، وبيمشي وبيسيبه. وبيفضل باقي مصدوم من لا مبالاه حارس، لكن باقي بيمسح دموعه وبيقرر يزور قبر مامته، وبيفضل قاعد عند قبرها لحد الصبح. وبياخد باقي قرار انه هيروح مغسله الموتى قبل ما يوصل للموظفين، وبيغسل نفسه وبيفضل نايم على ترابيزه الغسل لحد ما بيوصل نادر. واول ما بيشوف باقي على الترابيزه بيفقد الوعي، ولما بيفوق نادر بيطمن باقي عليه، وبيبقى باقي متضايق من نادر لانه بيخاف من الموتى مع انه مغسل اصلا، لكن الشيخ بيقول انه من الطبيعي يخاف وانه لو دخل المغسله وشاف باقي نايم على ترابيزه الموتى هيتخض. فبيبلغ باقي الشيخ ان الشخص الوحيد اللي هيغسله لما يموت بيخاف من الموتى اصلا. وبياخد باقي قرار انه هيعلم نادر وان هو اللي هيغسل الميت،
فبيدخلوا المغسله وبيهديه عشان ما يخافش، وبيطلب منه يقرا قران ويفكر في الحاجات الجميله وقت الغسل. وبيبدا نادر يغسل الميت، وبيقرر باقي انه يسيبه وبيقفل عليه بالمفتاح، لكن ساعتها بيخاف نادر وبيجري يخرج من الاوضه وما بيقدرش يكمل. وساعتها بيستغرب باقي ان نادر عرف يفتح الباب وهو مقفول بالمفتاح، وبيقرر بقى ان هو يدخل يغسل الميت. وبيتكلم باقي مع نادر انه لازم يشوف مهنه تناسبه وان المكان ده مش مناسب ليه، لكن نادر ما بيبقاش عارف الشغلانه المناسبه ليه. فبيبلغه مردان ان مفيش شغل، ولولا ان ناظم مات عرف يلاقي شغل ونزل مكانه. وساعتها بيفكر باقي ان الموتى بيسيبوا وظائف فاضيه، فبيقرر يدخلوا يشوفوا دفتر الموتى. وكل ما بيقرا باقي اسم ميت بيسال نادر عن مهنته، لكن كل ما بيتخيل نادر مكان الميت في شغله بيلاقي انه مش نافع في الشغلانه. وساعتها بيفتكر باقي ان نادر فتح الباب بكل سهوله، ولما باقي بيسال نادر عرف يفتح الباب ازاي، بيعرفوا نادر انه فتحه عن طريق دبوس. ووقتها بيعرف باقي ان نادر ينفع يشتغل في محل مفاتيح، فبياخد قرار انه ياخدهم ويروح لمحل واحد اسمه تاج الدين كان عنده محل مفاتيح لكن مات وغسله باقي. فلما بيوصلوا المحل بتقول لهم اخت تاج الدين وابنها ان المحل اتقفل وان تاج الدين مات. فبيقترح باقي عليهم ان نادر يشتغل مساعد في المحل، لكن بيبلغوا باقي انهم هيبيعوا المحل. فبيقترحوا على باقي انه يشتري المحل ب 200,000 ليره، وبيستمروا في اقناع باقي. وبيفكر باقي انه هيجيب منين الفلوس عشان يشتريه، لكن قبل ما يمشي بيوصل واحد للمحل وبيكتشف انه متفق معاهم يشتري المحل منهم وبمبلغ اقل، وبيعرفوا انهم بينصبوا عليهم عشان ياخدوا مبلغ اعلى. وساعتها بيطردهم بره. ولما بيسمع نادر الراجل وهو بيتريق عليه انه لو حد نفخ فيه هيقع، فازاي هيقف في محل، فبيتاثر نادر وبيعيط، لكن بيهديه باقي وبيعرفوا انهم هيدوروا على محل غيره. وساعتها بيخرج الراجل اللي هيشتري المحل وبيتريق على نادر، فبيتعصب باقي وبيقرر يشتري المحل بسعر 300,000 ليره، لكن بيرفع الراجل السعر عنه. ووقتها مردان بيعلي السعر ل 500,000 ليره، فبيتضايق باقي من مردان عشان بيتصرف من دماغه اكنه هو اللي هيدفعهم. وتاني يوم بيقعد باقي مع نادر ومردان وبيفهم نادر انه ما اتولدش مغسل، لكن اتولد عشان يفتح ابواب مقفوله. فبيديله فلوس وبيطلب من نادر انه يروح يفتح المحل ويشتغل، ما يقولش لحد عن مهنته القديمه لان الناس ما بتقدرش مهنه المغسل. وبنعرف انه راح البنك وخد قرض برهن بيته، وانه هيدفع ضعف المبلغ بالتقسيط عشان يجيب فلوس لنادر عشان يشتغل شغلانه بيحبها. وبيتبسط نادر جدا ان باقي عمل كده عشانه. وبعدها مردان بيبلغ باقي انه دلوقتي بقى مديون ووحيد، وبيمشي باقي وبيبان عليه انه متضايق عشان كل الناس بتسيبه وبيرجع وحيد تاني. ووقت ما بيبقى ماشي سرحان في حزنه بتخبطه عربيه، وبيفوق باقي في المستشفى وبيلاقي ان اهل اللي كانوا سايقين العربيه اللي خبطته جايين يطمنوا على اولادهم. وبيبقى باقي حزين عشان مفيش حد بيطمن عليه. وبيدخل الدكتور يطمن باقي وكل المرضى انهم يقدروا يخرجوا من المستشفى. فبيقرر باقي يمشي من المستشفى، وبيتضايق لما بيشوف ان موبايله اتكسر من الحادثه. ووقت ما بيكون باقي نازل من المستشفى بيشوف اليف وبيبقى معاها ورد وبتضحك، فبيفرح لما بيشوفها عشان بيفتكرها جايه تزوره وانه مش وحيد، لكن بيلاقيها وقفت مع اهل المريض اللي خبط باقي، فبيفهم انها مش جايه عشانه وبيمشي وهو فاقد الامل. وبنشوف باقي اللي بيبقى بيتمشى لحد البيت، فبتقف عربيه جنبه وبيبقى اليف فيها وبتبقى مش عارفه انه عمل حادثه، فبتطلب منه يركب معاهم عشان شكله تعبان. ولما بيركب باقي بيشوفوا نياز اللي خبط باقي، وساعتها بيبلغوا من نياز ان هو ده الشخص اللي رمى نفسه قدام عربيته، لكن باقي بيقول لهم انه ما رماش نفسه، انه كان سرحان شويه، وان نياز هو اللي كان سايق بسرعه. وبتتعصب اليف على باقي لانها افتكرت انه عايز ينتحر، عشان كده كان بيدور على مغسل يغسله وقت ما ينتحر. لكن مامة نياز بتتخانق مع باقي لانه كان عايز يموت ابنها، فبيبلغها باقي ان الموت ملوش عمر ولا وقت. وساعتها نياز بيعرفوا انه مش هيموت لانه شاب ولسه هيتجوز. وبيفهم باقي ان نياز عايز يتجوز اليف، فبيطلب انه ينزل، ووقتها بتنزل اليف معاه. وبيبقى باقي قدام بيت احمد، فبيجروا اطفال احمد على باقي وبيحضنوه لاول مره. ولما بيدخل باقي واليف بيقعدوا مع احمد ونسلهان، وبتحكي لهم اليف انه كان في المستشفى اللي شغاله فيها لكن ما حاولش يبلغها ولا يبلغهم. وبتاكد له نسلهان انه بيتعامل اكنه وحيد وكانه مش في حياته. وساعتها بيسال احمد عن سبب وقوف باقي قدام العربيه، فبيقنعهم باقي انه كان سرحان وما شافهاش. وبتبقى اليف متضايقه عشان بتفتكر ان باقي لسه زعلان منها لما رفضته. ووقتها احمد بيحكي لنسلهان على اليف عملته مع باقي، لكن بيبقى باين على باقي انه معجب باليف لما بيتخانق مع اليف عشان ركبت مع نياز العربيه. فبتفهمه اليف انه مجرد صديق من الثانويه، لكن عرض عليها الجواز بس ما وافقتش. وساعتها بيلاحظ احمد ونسلهان انهم بقوا مشدودين لبعض، وان باقي بقى بيغير على اليف. وبيبقى باقي متضايق لانها رفضته بحجه انها شايفاه صديق، لكنها موافقه ان صديقها من الثانويه يعرض عليها الجواز. فبيسالها باقي عن سبب رفضها ليه، فبتفهمهم اليف انها من صغرها وهي عارفه انها مش هتتجوز عشان الدكتور قال لها انها ما بتخلفش. فبتكمل اليف كلامها بان الاطفال مهمين في الحياه، وطول ما هي ما بتقدرش تخلف
عمرها ما هتتجوز من حد لانها عارفه ان اللي هتتجوزه هيجي يوم وهيتمنى طفل. وبيفهم باقي انها رافضه الجواز عشان كده، مش عشان عيب فيه. وساعتها بتقول اليف لباقي انها عشان كده مش تقدر تعيش معاه. وقبل ما بتمشي بتطلب من احمد انه ما يسيبش باقي يرجع بيته لوحده عشان لسه مش عارف يمشي كويس من الحادثه. ولما بتمشي اليف بتتاثر عشان صرحتهم بسرها وبتعيط. وتاني يوم بيوصل باقي عند احمد، لكن نسلهان بتكون متضايقه منه بسبب اليف، فبيبرر لها انه حزين عليها، لكن اتعصب لما شاف نياس جنبها. فبتفهمه نسلهان ان اليف ما رفضتوش الا عشان مشكلتها، وان البنت بتحتاج الراجل اللي بيحاول عشانها مش اللي بيستسلم. فبيبلغهم باقي انه راح شغله، لكن قبل ما باقي بيمشي بيحذرهم انهم لازم يجيبوا كهربائي يطمن على حمام السباحه قبل ما ينزلوا فيه. وبنشوف باقي اللي بيحاول يمسك حسين قبل ما يجري منه، وبيتكلم باقي مع انه بقى حزين وانه كل اللي حواليه عندهم حياه وعيله اللي هو، لكن حسين بيعرفه انه مش هيحس بالحزن الا لو حس بالفرح قبل كده. لكن فضول باقي بيخليه يساله عن سبب قعدته قدام مغسله موتى بميزان، ووقتها بيفهمه حسين انه كان عنده طفل معاق وفي يوم ضاع، وبسبب ان الطفل ما بيعرفش يتكلم الا حروف قليله فمش هيعرف يقول حتى اسم باباه. وبيعرفوا حسين انه ضاع من 10 سنين لكن لحد دلوقتي مش لاقيه، وان زوجته ماتت هي كمان وقتها، لكن اللي وجعه هو فقدان ابنه، لان زوجته في الاخر عارف مكانها لكن ابنه لسه ما يعرفش. وعشان كده بيجي كل يوم قدام مغسله الموتى على امل ان حد يجيب ابنه يغسله عشان مالوش حد. وبعدها بيعرفوا حسين انه ما يكبرش حزنه ويروح يتكلم مع البنت اللي شغاله في المستشفى وبتيجي دايما المغسله. فبيستغرب باقي ان حسين لاحظ نظرته لإليف وبيقول له انها مش عايزه تتجوز عشان مش عايزه اطفال. فبيرد حسين عليه انه ما بيطيقش يلمس طفل هو كمان. واثناء كلامهم بيقطعهم مردان وبيبلغ باقي ان في ميت اهله عايزين يغسلوه في بيتهم. وقبل ما بيمشي باقي بيطلب من حسين يجيب له صوره ابنه عشان يوزعها على باقي المغسلين في القريه. وبنشوف باقي اللي بيروح مع مردان بيت المتوفي اللي هيغسله، لكن بيتفاجئ ان في خطوبه في نفس البيت، وبيعرف ان المتوفي هو المريض عارف اللي طلبت اليف منه يساعدها واهله ضربوه وقتها. فبيحضروا له ترابيزه عشان يغسل المتوفي عليها في الجنينه، لكن ساعتها باقي بيشوف اليف موجوده، ولما اليف بتشوفه بتتجاهله. ولما بيخلص باقي الغسل بيعرف من ابن المتوفي ان كانت وصيته يشوفه بيخطب، لكن عمه عربيته اتعطلت وما ينفعش الجثه تطول عشان ما تتنفخش. فبيقترح على باقي ان هو يلبسهم الدبل، وساعتها بيوافق باقي وبيلبسهم الدبل وبيمشوا. وبيوصل باقي للبيت وبيقرر انه هينظف الجنينه اللي قدام بيته، وبيتصل بنادر عشان يساعده. وبعدها بيروح للمستشفى اللي عند اليف، لكن بتبلغه ممرضه ان اليف راحت عند احمد وبيحاولوا يكلموه لكن موبايله مقفول بسبب الحادثه. فبيقلق باقي وبيفتكر انه هيفقد احمد صديقه. ولما بيوصل باقي لبيت احمد وبيشوف الناس بيفتكر يوم ما ماتت مامته وبيبقى خايف. وبيدخل باقي البيت وبتكون اليف بتمنع اطفال احمد عشان ما يروحوش عند حمام السباحه، وبيتصدم لما بيشوف احمد ونسلهان ميتين في حمام السباحه. وفي النهايه بتيجي واحده وبتدي لباقي بنت احمد، وبيفتكر انه كان دايما بيرفض يشيلها من احمد، وما بيبقاش باقي مصدق انهم ماتوا وسابوه وحيد. وبيخلص المسلسل فعلا عن النهايه الحزينه المنيله ب 60 نيله دي. والفيديو ده كتبته اي جهاد وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه احمد ضياء. سلام.